السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد تاع زلابية البنان اللي ما تخطيناش في الشهر المبارك. تجي بزاف هايله، تجي بزاف خفيفه وتجي مأسلة حتى للقلب كما كتشوفوا في الفيديو. ان شاء الله تعجبكم الفيديو هذه الوصفه وتجربوها. نبداو على بركه الله في الوصفه. الوصفه تاعنا تاع اليوم واش فيها؟ عندنا 2 كيسان تاع فرينه، عندنا نص كاس تاع سميد رطب، عندنا 2 كيسان تاع الماء، عندنا عطر الموز، 4 كاس تاع الزيت والملح ومغرف كبيره تاع العسل. هنا نبداو في الوصفه. هنا نبداو في السوائل اللي راح نحطوهم فوق النار. عندنا 2 كيسان تاع الماء كيما كتشوفوا هكذا، نفرغهم في طنجره ولا في كسرونه واش عندكم. نضيفوا عليها 4 تاع الزيت، 4 كاس تاع الزيت. المهم الزيت ما تكثروش، حوالي 2 مغارف كبار ما تزيدوش. هنا نديروا مغرف كبيره تاع عسل اللي يكون عاقد كيما كتشوفوا هكذا. سمحوا لي على صوتي، راه شويه بحاح، راني مريضه شويه. عندي شحال ما حطيت لكمش لي فيديو باسكو ما قدرتش، كنت بزاف عيانه. الوغ كي درت هذه الوصفه النهار الاول تاع رمضان قلت لا غير نبارطاجيها معكم بالك تعجبكم وديروها. هنا نضيفوا معها عطر الموز كما كتشوفوا فوالا هكذا. من بعد نجيبو فوي ونخلطو هاد المكونات بلا مغرف. من بعد نحط الطنجره فوق النار كما كتشوفوا ونخلطو مليح هذوك السوائل مع بعض ونخلوها تغلي حتى نشوفوا هذاك الماء بدا يغلي. دوك هنا نجو نخلطو النواشف مع بعض. نديرو 2 كيسان تاع الفرينه كما كتشوفوا هكذا. المهم نتوما الكيله اللي حبيتو ديروها، اذا حبيتو تجربوها نتوما ديروا بالفنجان. هنا زيدوا معها السميد وزيدوا معها الملح فوالا كما كتشوفوا ونخلطوهم مع بعض. هذه الوصفه مطلوبه بزاف في رمضان، تجي معسله مليحه مع لاتاي في السهره ولا غير تجي هايله. انا جاتني هايله، لا غير تجوزنا بها السهره تاع رمضان هذاك النهار. دوك هنا شوفوا الماء بعد ما غلى لي كما كتشوفوا نجو نرمو هذوك النواشف اللي خلطناهم مع بعض فوالا. والنار تكون شويه متوسطه وقعدوا خلطوا حتى كتشوفوا العجينه تماسكت وتنحات من قاع تاع الطنجره كيما كتشوفوا. هنا قعدوا خلطوا الزربو خلطوا شويه تمتم تنشف. هذا لا ميثود كيما تاع لاباطاشو. كاش نهار نبارطاجي معكم لاباطاشو وديروها. هنا يقعدوا يخلطوا كيما كتشوفوا حتى كي تشوفوها قلت لكم نشفت وتحصلوا على كره من العجين وتتنحى من الكسرونه كيما كتشوفوا. هنا بعد ما تنحات لي كيما كتشوفوا نجي نحطها في جفنه ولا في باسينه كيما انا ونخلطوها حتى كي تحصلوا على العجينه. هنايا ما ديروش يدكم باسكو بالكم تكون سخونه بزاف حتحرق لكم يدكم. في الاول خلطوها بشويه بالمغرف ومن بعدها بداو ليموها بيدكم فوالا كيما كتشوفوا. الطنجره الباسينه خلطوها وخلوها بجيه فوالا. هنا كنت خلطتها بالمغرف شويه حتى بردت لي شويه. من بعد باش حطيت يدي باش قدرت نحط يدي ونليمها فوالا كيما كتشوفوا. كانت سخونه وهكاك ودرت يدي مي معليش. نتوما اذا ما قدرتوش ديروا كيما قلت لكم ديروا سباتول وخلطوها ومن بعد مباشره نديروها في لابوش هكا حتى تحصلوا على عجينه كيما كتشوفوا فوالا هكذا. من بعد تجيبوا بوش جوطابل ولا بوش تكون تاع قماش. انا هنا هاد لابوش عذبتني قاعده كنت تتنحى لي. نتوما اذا عندكم لابوش تاع قماش خير تساعدكم ميم كي تكونوا تبوشي وتجيكم سهله فوالا كيما كتشوفوا. حطوا كميه تاع العجينه في لابوش هكذا ومن بعد بداو تبوشيو. هنا لادوي لازم تكون مسننه
ولازم تكون فيها بزاف السنان باش تجيكم شابه. انا هذا واش كان عندي لابوش، درت بهاد لابوش قلت لكم بلادوي، هذه لادوي شويه صغيره ما فيهاش بزاف السنان. نتوما اذا توفرت عندكم لادوي تكون مسننه وعريضه باش يجيكم الحبات كبار. فوالا كيما صحاب المحلات يديروها بليدو كبار، علاش تجي حبه كبيره. هنا قلت لكم لابوش هذه تاع النيلو عذبتني، من الاحسن ديروا لابوش تاع القماش باش ما تعذبكمش. مي معليش، هنا تقدروا ديروا تخرجوا هذه العجينه بلا لابوش، حكموا لاديو وديروا العجينه تاعكم وخرجوا غير بصبعكم، بصح ما تعييكم شويه تطولوا في الخدمه. يا من الاحسن في لابوش بوشيوها وحطوه حتى تكملوا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا كميه خرجتكم حوالي رطل تاع زلابيه فيها بركه. هنا بالنسبه للسعر والله ما بلي شحال يبيعوها برا، كاين اللي يبيعها بالميزان وكاين اللي يبيعها يديرها دون دي بواط هكذا نتاع شفافين هاوك صغار. المهم نتوما كي تبيعوها نقولوا زعما رطل حسبوها نقولوا ب30,000 ولا 40,000 ابيبري، عطيت لكم ابيبري ما باليش شحال يبيعوها برا. ولا نتوما حبيتوها ديروها كمشروع شوفوا برا شحال راه يدير وبيعوها. هنا نحطوا الزيت تاعنا تسخن بيان، تسخن لازم مليح، من بعد نحطوها على النار متوسطه، من بعد ارميو الزلابيه تاعكم من الطيب. فوالا هنا من الاحسن اذا خفتوا زعما تنحل لكم ولا كي تكملوا تبوشيوها خلوها تريح حوالي ساعه ولا 2 سوايع، ولا كنتوا مزروبين حطوها في الثلاجه تبرد بيان حوالي نص ساعه، ومن بعد بداو تجبدوا بالعقل وقليو. فوالا كيما انا درت. فوالا هاي ليك الزلابيه تاعنا جات هايله ما نحلت ما والو، قعدت على حالها. فوالا هنا نخلوها طيب على نار قلت لكم متوسطه، ماشي ناقصه وماشي زايده، تكون نار متوسطه باش يدخل لها طياب حتى للقلب. من بعد كي طيب لكم مباشره نرميوها في العسل يكون عاقد كيما راكم تشوفوا، خلوها تتعسل بيان حتى كي تزيد تطيب فواياجات دوزيام. هنا هذيك خياتي بعد ما طابت استفتها لكم في هذا الاخر في لاسيت. هذه هي الكميه اللي خرجت لي فيها بركه. ان شاء الله تكون تعجبتكم الوصفه هذه وتجربوها وتكومونتيو لي اذا عجبتكم. شوفوا انا قسمت لكم هنا حبيبه باش تشوفوا لكم جات معسله حتى القلب وتجي بزاف بنينه ومقرمشه. نتلاقاو في وصفات اخرى ما خير، مع السلامه، دمتم اوفياء.